السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده من احلى الفيديوهات اللي عملتها على القناة. عايزة اقول لكم انتوا طبعا عرفتوا انا فين، وعرفت ان انا عند ست الحبايب لان أنا شاركت معاكم الفيديو ده مرة وعجبكم جدا، ولازم يعجبكم لان تجمعات يا جماعة العيلة كده مش يعني بتبقى من احلى الايام. عملوا لنا بقى يا جماعة الاكل من احلى الاكل برضو. عملوا لنا ورق عنب وكرنب وجلاش. مش المهم خالص الأكل يا جماعة، المهم إن إحنا ملمومين كده ومعانا ست الحبايب. وعايزة أقول لكم في مفاجأة آخر الفيديو. ست الحبايب بقى معانا في الفيديو والأولاد كلهم بقى فرحانين بيكم كده وحطوا لنا اللايكات. لا شاهدوا بس الفيديو للآخر وهيعجبكم قوي. عايزة أقول لكم برضو كل اللي معانا يعني كل الموجودين شاركوا بأقل حاجة في التجهيزات برضو. بس أكتر حد يا جماعة أم أحمد وأم مالك، يا رب يدوم الصحة يا رب. بس كده أم مالك بقى هي اللي شوحت الرز وعملت الخلطة بتاعة المحشي، وسلقت الكرنب وسلقت ورق العنب. وهنخرج بره بقى الحشوة كده خرجت. هنحشي بقى أنا وأم أحمد وكمان بتشوح البط. البط ده زي ما قلت لكم لازم يتشوح عشان يا جماعة بيبقى دسم قوي، الشوربة بيبقى دسمة، وعشان يعني الأكل ما يبقاش دسم قوي برضه على ست الحبايب. بس كده هنحشي بقى. أنا حشيت أنا وأم أحمد. بس ده كل اللي أنا عملته يا جماعة. أنا كنت مبلطجة قوي معاهم، هم عملوا كل حاجة بجد. هنحشي بقى. هنخلص الكرنب والورق العنب وخلاص بقى كده. ده خلصنا. هيحشوا بقى هيعملوا الجلاش. ام مالك هتعصج اللحمه وخلصت بقى تشويح البط وهتحطه بقى في الشوربه. بس كده يا جماعه هي هتخلص كل حاجه. وعايزه اقول لكم بقى عايزين نشكر هنا. هفتكرهم كلهم عشان اشكرهم. ما شكرتش مريم بقى واحنا عم نحشي. هي اللي عملت لنا الورق. وهنا بقى هي اللي بتصور يا جماعة. شجعوا هنا، تصويرها جميل. تسلم ايدك يا هنا، التصوير خطير بصراحة. ومختصرة كده مش مطولة عليكم اي حاجة. ده احسن حاجة يعني. ام احمد بقى هتخلق انا بتلخبط يا جماعة ما بين ام احمد وام مالك، فانتوا ايه ركزوا معايا شوية في التسجيل. لان انا مهيسة خالص بقى. بسجل وانا مهيسة. خلصت بقى تعصيج اللحمة وحطيت البط في الشوربة. وهنخرج بقى نعمل الجلاش بره جنب ست الحبيب كده. بتحب نعمل كل حاجة واحنا قاعدين معاها. هنا بقى يعني ايه. احنا اتلخمنا في الكلام وبعدين قلت لها هنا انت ما صورتيش الجلاش. قالت لي اه عادي بقى هنصور وخالتي بتقطع وخلاص. هنا طبعا بنت اختنا يعني احنا خالتها. بس كده هتقطع بقى الجلاش. وام مالك بقى هتعمل الكنافه. عايزه اقول لكم شويه كنافه والجلاش بقى كان خطير. يعني ام احمد خدماه كده بالسمنه وكان مقرمش كده. لا كان فظيع. ومسوينه بقى في الفرن اللي هو بيبقى بالغاز الكبير ده. جميل قوي السوا ده بيبقى حلو قوي في الجلاش والحاجات دي. وسووا كمان الكنافه في قلبه. عايزه اقول لكم برضو الكنافه كانت جميله قوي. تسلم ايديك يا ام مالك، كانت خطيره بجد. الاكل كله والله تسلم ايديهم وبالف هنا يا رب. هي مسكت بقى الكنافه كده حته حته كده فرفضتها كده. وهتجيب بقى الصينيه. عايزه اقول لكم يعني هي بتتعمل برضو. عايزه اقول لكم يعني مش عارفه. يلا بقى يا جماعه ايه آه، هي حطت بقى الطبقة الأولانية ودكتها كويس قوي كده في الصينية وحطت سمنة كتير. أهم حاجة السمنة يا جماعة، نختم الكنافة قوي بالسمنة. هي تعملها سادة بالمكسرات يعني كده. بس هم بيعملوش الكنافة إلا كده بس بتبقى خطيرة. ولا تقولي لي بقى بالقشطة ولا تقولي لي بأي حاجة. كفاية عليها بس السمنة البلدي كده. ومنغنغاها كده بالسمنة البلدي. وحطت بقى مكسرات في الوسط كده. وأهم حاجة تدك الكنافة كويس قوي. تحط الطبقة الأولانية وبإيديها بقى وتفضل تساوي فيها كده بتبقى جميلة. هاوريها لكم برضه وهي بتستوي خطيرة. هتخلص بقى كنافة. وزي ما قلت لكم شجعوا بقى الولاد عشان هم كلهم متصورين معاكم. وكمان ست الحبايب. يا رب يخليها ليا احلى فيديو. انا حبيت يا جماعة اشارك معاكم الفيديو ده عشان يفضل معايا كده على القناة. وتبقى من احلى الذكريات ومن احلى اللمة. وانتوا كمان كده يا جماعة لازم يبقى عندكم كده ذكريات كده ولمة حلوة كده في ايام رمضان. من احلى الفيديوهات. يا رب يخليهم لي يا رب ودايما كده ايه رايحين جايين عليهم كده. بس يا جماعة بقى هتدوكوا كنافة كويس قوي. ده من أهم حاجة في الكنافة. وهتشوفوها في الآخر خطيرة. بس كده خلصنا بقى الأكل. هنزيد بقى المحشي. وهيسووا الكنافة والجلاش زي ما قلت لكم في الفرن الغاز الكبير ده. ما اعرفش هم مصورين ولا ايه. انا بتفرج معاكم وبسجل عشان كده متلخبطه كتير كده مش انا اللي عامله.
فأنا يعني باشوف معاكم وباسجّل. هتخلّص بقى الكنافة، أهم حاجة تدُك فيها زي ما قُلت لكم شايفين بإيديها كده ممالك، يا رب يديها الصحة كانت جميلة، هتدُكّها كويس أوي وبس كده، وتحُط عليها سمنة تاني، يعني حطّت من الوسط ومن فوق ومن تحت سمنة وبس كده هتخلّصها بقى ونقوم نسوّي في الفرن زي ما قُلت لكم. شايفين بقى أهم حاجة نكتّر السمنة كده زي ما قُلت لكم، عشان السمنة دي بتخلّي الكنافة حلوة كده وطعمها حلو يا جماعة أوي. بس كده شايفين جمال المحشي هنزيده بقى، يزيدوه وأول ما هيقلب كده هيوطّوا عليه خالص ونسيبه، وهيزيدوا كمان الكرنب وهيعملوا بقى الكنافة أهي جابتها هي عملتها في الفرن، زي ما قُلت لكم شايفين جمال الفرن ده بيسوي الكنافة والجلاش والحاجات دي جميلة. خلّصت بقى الكنافة وحطّت الجلاش والشربات بقى بارد كده والكنافة سخنة، شايفين الكنافة زادتها على طول بقى وهتغطّيها بقى ونسيبها بقى لبعد الفطار. عايزة أقول لكم شربنا الشاي وكلنا كنافة. بس كده الصينية بقى في الفرن أهي، الجلاش كان خطير أوي يا جماعة، والمحشي كمان الشرّب أهو وطّوا عليه وهيحمّروا بقى البط واللحمة، وهنا بقى تسلم إيديها، عملت العصير عملوا تمر. آآ يعني التمر ده جميل أوي برضه هُم بيحبوه، فعملنا بقى تمر كده مش لازم يعني عصير كتير كده، إحنا عملنا عشان الولاد الصايمين بس. هتاخد مَيّة بقى نضيفها من عليه فيم الكُلمن وهتدوّبه، بس كده هو ده التمر ده خطير بجد. هتدوّبيه كويس أوي، ده أهم حاجة تقليب التمر وتسيبيه شوية وقبل ما بنصُبّه بنقلّبه تاني ونصُبّه بقى. وهنروح بقى على الغريب بقى، عايزة أقول لكم الأكل تحفة، وأهم حاجة اللمّة زي ما قُلت لكم، أنتم هتشوفوا هتحكموا. خلاص بقى كده خلّصت وغرفنا بقى الجلاش، يعني بدأوا يغرفوا بقى في الأكل كل حاجة لازمًا تبقى جاهزة قبل المغرب. أول ما المغرب يدَّن بقى خلاص فصلوا، بيبقى في ولاد بقى صغيّرين فلازمًا إيه، نخلّص الأكل بسرعة كده وحمّروا كمان ال البط والفراخ كده في الفرن، وكده خرجنا بقى الأكل على الطبلية يا جماعة، شايفين الجمال، وشجّعوهم بقى وشايفين يوسف. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايكات يا جماعة والصلاة على سيدنا النبي محمد، وتقولوا لي رأيكم بقى في الفيديو واللمة الحلوة دي. شايفين الولاد كلّهم بقى مالك ومريم وهنا وست الحبايب، يا رب يخليكم ليّا يا جماعة.